كان يا مكان في قطة صغيرة كيوت اسمها لولو. لولو كانت بتحب الجري واللعب طول اليوم، وخصوصا لما تشوف أي حاجة بتتحرك قدامها. وفي يوم وهي ماشية جنب البيت شافت فراشة ملونة جميلة جدا. قالت واو، لازم أمسكها. فضلت تجري ورا الفراشة وتروح يمين وشمال عشان تحاول تلحق الفراشة، لكن الفراشة كانت أذكى منها وطارت بعيد جدا. ولولو وقفت بصت حواليها وقالت ثانية واحدة، أنا فين؟ لولو بدأت تمشي في الشارع تدور على بيتها، لكن بدل ما تلاقي بيتها كانت بتلاقي حاجات غريبة. كلب نايم وبيشخر بصوت عالي، عصفور بيبصلها باستغراب، ولد صغير بياكل سندوتش وبيقول مين القطة الكيوت دي. لولو كانت بتحاول تبان شجاعة، لكن من كتر الجري كانت جعانة قوي. وفجأة شمت ريحة سمك، قالت أكيد الحظ هيضحك لي. ومشيت ورا الريحة بسرعة، لكن اللي لقيته كان محل سمك مقفول. وهي واقفة شافها طفل صغير اسمه عمر. عمر قرب منها بهدوء وقال واضح انك تايهة يا قطة. جاب لها شوية أكل ومية، ولولو بدأت تثق فيه. وفجأة عمر لاحظ إن في رقبتها طوق صغير مكتوب عليه اسمها وعنوان البيت. وفضل عمر يدور على البيت لحد ما وصل أخيرا للعنوان. وأول ما الباب اتفتح جريت لولو بسرعة على مامتها. ومن يومها لولو اتعلمت درس مهم جدا، إن مطاردة الفراشات ممتعة، بس الأحسن منضيعش من البيت. تفتكروا يا صحابي لولو هتبطل تبعد عن البيت وهتتعلم من الدرس فعلا؟